عسلامة عسلامة. اليوم كما تشوفوا عملنا ملوخية. هذه ملوخية العيد نطيب فيها قبل بليلة. ان شاء الله كل موسم وانتم حيين بألف خير. سهلة ماهلة. جربوها، ما فيها حتى شيء، كل واحد وكل وحدة ينجم يطيبها، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. توا ندخلوا ونشوفوا اللوازم وطريقة التحضير. الإعداد للملوخية متاعنا شنو نستحقوا بطبيعة الحال ملوخية. هذه 100 غرام ملوخية، وانتم تكيلوا مغرفة على كل فرد في العائلة، مغرفة ملوخية على كل فرد في العائلة. هذه 100 غرام ملوخية. عندي اللحم، خديت اللحم بقري طريفات كما تشوفوا، هذوما يجيو ميزان 600 غرام لحم بقري هبرة. طريفات ماذا بيكم طريفات كبار خاطر يتهرى راهو اللحم. هذا اللحم. الزيت، الملوخية تحب الزيت، عندنا كيلتين زيت، معناها 20 سنتيلتر زيت نباتي. خديت زيت قطانية خاطر الملوخية تجي قوية ياسر بزيت زيتونة كهو، خليها في زيت زيتونة تجي قوية على الاخر. وخديت شوية زيت زيتونة باش نصبه في الاخر. الفاحات شنو نستحق؟ اقل من شطر مغرفة صغيرة ملح خاطر الملوخية مالحة، شطر مغرفة كركم، شطر مغرفة فلفل اكحل، مغرفة صغيرة هذايا فلفل احمر مهروش كيما تنجموا تشوفوه، والا كان عندكم الفلفل شايح هذاك تحطوا قرن فلفل شايح في الاخر. مغرفتين صغار مليانين تابل وكرويه، مغرفتين صغار هذوما الكل مغرف قهوه. مغرفه صغيره هريسه عربي، ومغرفه متاع ماكله طماطم معجونه. الطماطم المعجونه تنجموا ما تحطوش، فما ناس ما تحطش طماطم معجونه، اما هي راهو الادوسي لوغو مطعم خير تولي بالطماطم المعجونه. اما اللي يحبها تصبر برشا باش يخليها تصبر برشا ما يحطش فيها طماطم المعجونه. كيف كيف نستحقوا الثوم. خديت راس ثوم كما تشوفوا، راس كامل ثوم باش نقشروا باش نهرسوا. خديت 4 ورقات رند فو دو لوغيي، ورق الغار زاد نقولوله ورق الرند. خديت مغرفة متاع ماكلة نعناع شايح هذاك مهروش، هذه مغرفة متاع ماكلة، هذا هو محتحت معناها تاخدوا النعناع الشايح وتحتحتوه هكا مقدار مغرفة متاع ماكلة باش نفوحوا بها اللحم. خديت زاد انا نحب الملوخية نحط فيها في الاخر قرينات فلفل، خديت 2 قرينات فلفل. وتوا نبداو نبدا نركب توا الملوخية. عندي ساعة حطيت الماء هاكا، ماء من غاديكا يغلي باش نسقي بيه هذاك الملوخية، لازم ماء يغلي. حطيت هكاكا إترتين ونص كسرونة بالماء. توا باش نبدا ساعة على البارد، راهو نخلطوا الملوخية على البارد باش نحط الزيت. كما قلت لكم زيت قطاني، خديت زيت نباتي خاطر زيت زيتونة نقليو فيه الملوخية يسيب شوية مرارة. باش نزيد الزيت راهو على البارد، ما شعلتش الغاز. بسم الله. 200 مليلتر هذاك معناها كان عندكم الكيلة متاعكم تاع 10 سنتيلتر الدوبل متاعها 200 مليلتر زيت نباتي زيت قطانية حطيت. وتوا باش نحط الملوخية. انا عندي 100 غرام، نجموا العائلة متاع 4 ل 6 من الناس 100 غرام كافية تحطوا، والا تحطوا بالمغرفة تكيلوا على قد عائلتكم. بسم الله. وتوفيوا بيان سور. بسم الله. هذه مغرفة. بسم الله. 2 3 4 5 6 مغارف. 100 غرام معناها تجيكم بالضبط 7 مغارف. 7 مغارف هذيك مش مليانة برشا. توا كيما قلت لكم
نحركه على البارد، ديما نحلو على البارد. عليك نغني يا مشكاية، عليك نغني. نحلها كيف هكا كيما تشوفوها تحلت بالقدا. ريتو الكونسيستانس نتاعها ماهيش عاقده، يلزمها جاريه شويه كيما ترى، كيما تشوفوا فيها هكا الكونسيستانس نتاعها. هذوما متاع 4 5 حتى ل6 من الناس تتوكل. وتوا باش نشعل الغاز ونبدا نقلي فيها. شعلت الغاز باش نبدا نقلي الملوخيه، نبدا نحرك حتى لين تتقلى بالقدا، يلزمها تكشكش بالقدا ومن بعد باش نزيد لها الماء. نبدا نقلي من الاول التقليه. راهو النار مش ضعيفه، راهو يلزمها نار قويه شويه، معناها متوسطه نقولوا احنا. قلي رد بالك تحرقها، معناها ديما يلزم الملوخيه نتاعك خضره ما تكحالش، استناها حتى لين تطشطش. كما تشوفوا بدات تطشطش هيك. نار متوسطه، ما تقويوش برشا باش ما تتحرقش، اما وانتم تحركوا. كما تشوفوا تبدا تكشكش هكاكا، نستناها شويه ونبدا نحط لها في الماء اللي يغلي. طبعا عندها دقيقتين تتقلى، هولي مش باش نفوت انا 3 دقائق. سخن خطر الزيت. خرجت الريحه. هكاكا كي تبدا هي تشتش هكاكا تخرج في الكشاكش، انا نبدا نزيد في الماء. بسم الله. عندي قلت لكم بحدايا ماء يغلي. بسم الله. خافوشي منها باش تختار هي توا هيكا. يمكن انا توا زدتها اكثر من لتر ماء. نحرك، نزلت نقلي فيها، نحرك ما نخليهاش تشد. ريتو الكونسيستانس نتاعها تسيب اللعاب. هذاك هو المرحله الصحيحه، هذيك المرحله الصحيحه نتاع الملوخيه. يلزم تبدا تختار وتسيب اللعاب نتاعها كما تشوفوا. هكا الكونسيستانس نتاعها تبدا تسيب في اللعاب هكاكا وخضرة، ميلزمهاش كحله رملها. راهي تحققت لكم في التقليه. انا ما فتش التقليه نتاعها 3 4 دقائق راهو كما تشوفوها. تو نكمل لها الباقي نتاع اللترتين الماء، لترتين ونص تقريبا هما. بسم الله. ديما خلي عندك الماء بحذاك يغلي. توا زدتها الماء نورمالمون لترتين ونص هذوما. نقعد نحركها حتى لين ترجع تغلي. وقتها نغطيها ونخليها سويعتين. وقت نقص في النار، تولي لي نار هاديه، ونخليها تغلي هكاكا سويعتين. اما توا نقعد نحرك حتى لين ترجع تهز الغلوه نتاعها.
باش ما تشدش، راهي تشد الملوخيه. كيف ما تشوفوها دقيقه هكاكا وهزت الغلوه هيك. هذيك هي تسيب اللعاب، ما تخافوش منها، عمال تولي خفيفه، كل ما تزيد في الوقت وهي تغلي تولي خفيفه، ما عادش فيها اللعاب تولي. حرك بالكدا. توا نوطي الغاز، نار هاديه تولي، ونغطيها ونخليها ساعتين هاكا، نار هاديه ونغطيها ونمشي نفوح اللحم. وعندي راس الثوم هذا باش نقشره ونهرسه في المهراس مع مغرفه صغيره تابل وكرويه. انا كما قلت لكم مغرفتين صغار تابل وكرويه نستحقوا للملوخيه. توا باش نهرس الثوم هذاك، قشرته راس الثوم كما تشوفوا، باش نحطه في المهراس، نزيد معاه مغرفه صغيره تابل وكرويه ونهرسه ونرجع لكم. الثوم مع التابل والكرويه. وتوا باش نفوح اللحم، ناخذ صحفه هكاكا باش نحط فيهم كما قلت لكم طروف اللحم، خذوا عملوهم طروف كبار وانتم وعائلتكم. باش نحط اللحم بسم الله كما قلت لكم، راهو انا وزنتهم 600 غرام، هذوما جاو 600 غرام لحم بقري هابرة. توا باش نبدا نفوح بسم الله. شطر المغرفه نتاع الملح ولا حتى اقل، انا ديما ملحي يجي قد ما نستحقش من بعد نعدل. شطر مغرفه نتاع الكركم، شطر مغرفه فلفل اكحل، مغرفه صغيره تابل وكرويه، البقري يحب التابل وكرويه، مغرفه صغيره هذا فلفل شايح مهروش كالفلفل الاحمر نشيحوه ونهروشوه، مغرفه صغيره هريسه عربي، مغرفه نتاع ماكله طماطم حكه. نجمو راهو ما تعملوش الطماطم، اللي يحبها تصبر برشا ما يعملش الطماطم المعجونه، ما هي سادوسي لوغو معناها تعطي مطعم باهي. وعندي توا الثوم نتاعي هذا نزيدو، راس ثوم كما قلت لكم هرسته مع مغرفه صغيره تابل وكرويه. وعندي زاده ما ننساش حاجه مهمه ياسر في تفويح اللحم، مغرفه نتاع ماكله نعناع هذا شايح حطو كيما هكا، غرفه نتاع ماكله. نخلطهم توا بالكدا بسم الله. لازم اللحم يوصل له الفاح الكل، هو باش يقعد يرقد في فاحه هكاكا ساعتين ونص. في القطعة نتاع اللحم يلزمها يوصل لها الفاح. حطوا معاهم عرشتين ولا 3 ورق الغار رند، وتوا نغطيه وباش نحطه في الفريجيدير يرتاح يتشبع بالكدا بالفاحات نتاعو.
ما تنساوش اونتر طون يلزمكم تتفقدوا تحركوا ديما الملوخيه، تفقدوا تحركوا. هي تبدا تخف توا ساعتين هكاكا حتى لين نشوفوا اللي الزيت بدا شويه يطف. وقتها نجموا نحطوا اللحم باش نهزو نحطو في الفريجيدير يرتاح. طنجرة بعد 15 دقيقة لو طون اللي انا فوحت اللحم وقشرت الثوم وكل باش نوريكم جوست لا كونسيستونس. هذه هي هكا بدا اللعاب يخف كيما تشوفوا، خفت بالكدا. كان تحسوها نشحت برشا زيدوها ديما بحذاكم الماء السخون اللي يغلي. هكا الكونسيستونس نتاعها تو عندها جوست 15 دقيقة تغلي. نرجعوا لها الغطاء نتاعها على نار هاديه، ديما على نار هاديه وما نغفلوش عليها، ديما نحركوا ونرجعوا بعد ساعتين هكاكا. رجعت بعد ساعتين باش نوريكم الكونسيستونس. ولات كيما تشوفوها جاريه السوب، بدات تخرج في شويه زيت هيك. اما مازال تحب لها ساعة أخرى على القليلة قبل ما نحط لها اللحم. يلزم يطف شوية زيت باش نجمو نحطو اللحم. هيك خفت هي ديجا ما عادش فما لعاب. خليها نزيدها ساعة ومن بعد نرجع. رجعت لكم بعد ساعة ونص، معناها عندها توا ساعتين وساعة ونص، 3 سوايع ونص الطيب. كما تشوفوا هاكا فما الزيت بدا يطف الفوق والكونسيستونس زادت خفت هكا كيما تشوفوها ولات جارية. توا باش نزيد اللحم. هذا هو اللحم المفوح اللي قعد توا 3 سوايع في فاحو، 3 سوايع ونص بريسك. بسم الله. هذا هو، خليه ديما على نار هادية ساعتين هكاكا مازالو باش يطيب اللحم البقري. هاو كان كل مرة نتفقد ونشوف. رجعت بعد ساعة باش نشوف تفقد اللحم. هكا بدات ديجا تقرفي زيتها كما تشوفوا، هكا الزيت بدا يطفو الفوق باش نتفقد اللحم. هو قريب يطيب اما مازال ما طابش، معناها يتقرص. تحب له على القليلة ساعة أخرى. خليها ديما في النار الهادية ونرجع لكم بعد ساعة. رجعت لكم بعد ساعة. تفقدوا الملوخية نتاعنا توا عندها الطيب. عندنا 3 سوايع ونص وساعتين، 5 سوايع ونص. باهي توا باش نتفقدوا اللحم. كما تشوفوا الزيت نتاعها طف هاكا وخفت. يلزمها هكا خفيفة خاطر راهي على قد ما تصبر من بعد على قد ما تجمد. توا باش نشوف اللحم هكا على نار هادية ياسر. راهي اللحم كما تشوفوا ها طاب. نزيدو انا شوية هكاكا، نصيف ساعة على نار هادية. قبل هذا عندي هكا شوية الزيت زيتونة هذوكم، خاطر انا نحط زيت زيتونة في الملوخية نحطه في الاخر، مش باش نحطه الكل خاطر ما شاء الله زيتها طف بالكدا. باش نحط هكاكا شطر الفنجان هكاكا. نخليها نصيف ساعة أخرى، معناها تكون عملت 6 سوايع. ونحط قرنين الفلفل. نرجع لكم. رجعت لكم بعد نص ساعة. بسم الله. الملوخية متاعنا طابت، مازلت راني ما طفيتش عليها الغاز. كما تشوفوا قرت زيتها الكل واللحم طاب. كما تشوفوا اللحم طاب. توا باش نحط قرنين الفلفل. انا نحب الفلفل الاخضر، مطعم الفلفل الاخضر في الملوخيه. هو راهو ما هو اوبسيونيل، معناها تنجموا ما تحطوهش، تنجموا تحطوا قرن فلفل شايح. حط الفلفل شقوا
بالكدا نشوف اللي فيه ونحطه. نحط الفلفل ونخليها 7 دقائق هكاكا على نار هاديه من غير غطاء، والا شطر غطاء كما تحبوا، ونرجع لكم حتى لين معناها الفلفل يسيب المطعم نتاعو في الملوخيه. رجعت لكم بعد 7 دقائق، ما شاء الله الريحه فاوحه 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 على الاخر ما شاء الله. توا باش نطلع صحن باش نطفي الغاز، نوريكم الساعه الكونسيستونس. هذه هي الملوخيه نتاعنا. نطلع صحن بسم الله. هذه هي ملوخيتنا لليوم. انا طيبتها راهو توا احنا ليله العيد، ان شاء الله كل موسم وانتم حيين بالف خير. هذه هي سهله مهله. تبعوا المراحل الكل، شيء ما فيها. حطت 6 سوايع، هذاك هو حقها. الملوخيه راهي تطيب في 6 سوايع، نار هاديه على الاخر، تجيكم بنينه على الاخر. وجربوها وتفكروني، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. بسلامه.